محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. إذاعة الجمهورية اليمنية من إب تقدم أصحابي كالنجوم. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب. هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب. برنامج يومي يعده ويقدمه لكم خالد ناجي الفقيه. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي أصحابي كالنجوم، فأهلا وسهلا بالجميع. بلال بن رباح. أحبتنا المستمعين الكرام، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا ذكر أبو بكر الصديق قال: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، وهو يعني بذلك بلال رضي الله عنه. وإن رجلا يلقبه عمر بسيدنا هو رجل عظيم ومحظوظ، لكن هذا الرجل الشديد السمرة النحيف الناحل المفرط الطول الكث الشعر الخفيف العارضين لم يكن يسمع كلمات المديح والثناء توجه إليه وتغدق عليه إلا ويحني رأسه ويغض طرفه ويقول وعبراته على وجنتيه تسيل: إنما أنا حبشي كنت بالأمس عبدا. انتهى كلام بلال. فمن هذا الحبشي الذي كان بالأمس عبدا؟ إنه بلال بن رباح، مؤذن الإسلام ومزعج الأصنام. إنه إحدى معجزات الإيمان والصدق، إحدى معجزات الإسلام العظيم. فلقد كان الناس يظنون أن عبدا مثل بلال ينتمي إلى أصول غريبة ليس له أهل ولا حول ولا يملك من حياته شيئا، فهو ملك لسيده الذي اشتراه بماله، يروح ويغدو وسط شويهات سيده وإبله وماشيته. كانوا يظنون أن مثل هذا الكائن لا يمكن أن يقدر على شيء ولا أن يكون شيئا، ثم إذا هو يخلف الظنون جميعا فيقدر على إيمان هيهات أن يقدر على مثله سواه، ثم يكون أول مؤذن للرسول والإسلام، وهو العمل الذي كان يتمناه لنفسه كل سادة قريش وعظمائها من الذين أسلموا واتبعوا الرسول. أجل أحبتنا، بلال بن رباح، أية بطولة وأية عظمة تعبر عنها هذه الكلمات الثلاث: بلال بن رباح. أحبتنا الكرام، إنه حبشي من أمة السود، جعلته مقاديره عبدا لأناس من بني جمح بمكة المكرمة، حيث كانت أمه إحدى إمائهم وجوارهم. كان يعيش عيشة رقيقة، تمضي أيامه متشابهة قاحلة، لا حق له في يومه ولا أمل له في غده،
ولقد بدأت أنباء محمد تنادي سمعه حين أخذ الإنس في مكة يتناقلونها، وحين كان يصغي إلى أحاديث ساداته وأضيافهم، ولا سيما أمية بن خلف أحد شيوخ بني جمح، وهي القبيلة التي كان بلال أحد عبيدها. كما كانت أذنه تلتقط من خلال أحاديثهم الراعدة المتوعدة اعترافهم بشرف محمد وصدقه وأمانته. وذات يوم يبصر بلال بن رباح نور الله تعالى، ويسمع في أعماق روحه الخيرة رنينه، فيذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلم، ولا يلبث خبر إسلامه أن يذيع، وتدور الأرض برؤوس أسياده من بني جمح، تلك الرؤوس التي نفخها الكبر وأثقلها الغرور، وتجثم شياطين الأرض فوق صدر أمية بن خلف الذي رأى في الإسلام عبد من عبيدهم لطمة جللتهم جميعا بالخزي والعار. عبدهم الحبشي يسلم ويتبع محمد، ويقول أمية لنفسه: ومع هذا فلا بأس، إن شمس هذا اليوم لن تغرب إلا ويغرب معها إسلام هذا العبد الآبق. انتهى كلام أمية وتهديده، ولكن الشمس لم تغرب قط بإسلام بلال، بل غربت ذات يوم بأصنام قريش كلها وحماة الوثنية فيها. أما بلال فقد كان له موقف ليس شرفا للإسلام وحده، وإن كان الإسلام أحق به، ولكنه شرف للإنسانية جميعا. لقد صمد لأقصى ألوان التعذيب صمود البرار العظام. لقد أعطى بلالا درسا بليغا للذين في زمانه وفي كل زمان، للذين على دينه وعلى غير دينه، درسا فحواه أن حرية الضمير وسيادته لا يباعان بملء الأرض ذهبا ولا بمثلها عذابا. لقد وضع عريانا فوق الجمر على أن يزيغ عن دينه أو يزيف اقتناعه فأبى. لقد جعل الرسول صلى الله عليه وسلم والإسلام جعل من هذا العبد الحبشي المستضعف أستاذا للبشرية كلها في احترام الضمير والدفاع عن حريته وسيادته. لقد كانوا يخرجون به في الظهيرة التي تتحول الصحراء فيها إلى جهنم قاتلة، فيطرحونه على حصاها الملتهب وهو عريان، ثم يأتون بحجر مستعر كالحميم ينقله من مكانه بضعة رجال ويلقون به فوق جسده وصدره. ويتكرر هذا العذاب الوحشي كل يوم، حتى رقت لبلال من هول عذابه بعض قلوب جلاديه، فرضوا آخر الأمر أن يخلوا سبيله على أن يذكر آلهتهم بخير ولو بكلمة واحدة تحفظ لهم كبرياءهم. ولا تتحدث قريش أنهم انهزموا صاغرين أمام صمود عبدهم وإصراره، ولكن حتى هذه الكلمة الواحدة العابرة التي يستطيع أن يلقيها من وراء قلبه ويشتري بها حياته ونفسه دون أن يفقد إيمانه ويتخلى عن اقتناعه، حتى هذه الكلمة الواحدة رفض بلال أن يقولها. نعم، لقد رفض أن يقولها، وصار يردد مكانها نشيدهم خالد: أحد 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 أحد. يقولون له: قل كما نقول، فيجيبهم في تهكم عجيب وسخرية كاوية قائلا: إن لساني لا يحسنه. ويظل بلال أحبتنا في ذوب الحميم وصخره، حتى إذا حان الأصيل أقاموه وجعلوا في عنقه حبلا، ثم أمروا صبيانهم أن يطوفوا به في جبال مكة وشوارعها. وبلال لا يلهج لسانه بغير نشيده المقدس: أحد 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 أحد. وكأني به إذا جن عليهم الليل يساومونه ويقولون له: غدا يا بلال قل كلمات خير في آلهتنا، قل ربي اللات والعزى لنذرك وشأنك، فقد تعبنا من تعذيبك حتى لكأننا نحن المعذبون. عندها أحبتنا يهز بلال رأسه ويقول: أحد 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 أحد. ويلكزه أمية بن خلف وينفجر غما وغيظا ويصيح بقوة قائلا: أي شؤم رمان بك يا عبد السوء، واللات والعزى لأجعلنك للعبيد والسادة مثلا. ويجيب بلال في يقين المؤمن وعظمة القديس قائلا: أحد 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 أحد.
ويذهب إليهم أبو بكر الصديق وهم يعذبونه ويصيح بهم قائلا: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم يصيح أبو بكر في أمية بن خلف قائلا: يا أمية، خذ أكثر من ثمنه واتركه حرا. انتهى كلام أبو بكر الصديق، وكأنما كان أمية يغرق وأدركه زورق النجاة. لقد طابت نفسه وسعدت حين سمع أبا بكر يعرض ثمن تحريره، إذ كان اليأس من تطويع بلال قد بلغ في نفوسهم أشده، ولأنهم كانوا من التجار فقد أدركوا أن بيعه أربح لهم من موته. باعوه لأبي بكر الصديق الذي حرره من فوره، وأخذ بلال مكانه بين الرجال الأحرار. انطلق أبو بكر الصديق بصاحبه بلال إلى رسول الله يبشره بتحريره، وكان عيدا عظيما. أحبتنا المستمعين الكرام، وما زالت رحلتنا متواصلة في سيرة بلال بن رباح، نستكملها في الغد بإذن الله. نستودعكم الله. قدمنا لكم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. أصحابي كالنجوم. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا، واعرف عظيم منازل الأصحاب. هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد، وبذاك قد خصوا من الوهاب. برنامج يومي يعده ويقدمه لكم خالد ناجي الفقيه.